السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل بوريك الافران بالجبنه. هنعمله بكل سهوله، شايفين طالع معانا هش ولونه حلو قوي. وجبه حلوه ياخدوها معاهم او يفطروا بيها في البيت، مش هتكلفنا حاجه. ممكن تعمليها بمقادير اقتصاديه تكون زي الفرن بالظبط وهتكون حلوه برده، وتقدري انت بقى تعلي القيمه الغذائيه بتاعتها زي ما انت عايزه. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناها ازاي. اول حاجه معانا معلقتين سكر ومعلقه خميره، ودي ربع كوبايه ميه. هسيب بقيه الكوبايه للعجن. ربع كوبايه ميه دافيه على معلقه خميره ومعلقتين سكر، اقلبهم كويس لحد ما الخميره والسكر يدوبوا. وبعد كده هنزل عليهم بمعلقه صلصه جاهزه. دي صلصه جاهزه، حطيت معلقه كبيره كده عشان خاطر اللون، بس عشان لونها يكون زي اللون بتاع الافران بالظبط. دلوقتي هحط ربع كوبايه زيت او 3-4 معالق كده زيت. ودي كوبايه زبادي، كوبايه زبادي بس كوبايه كبيره. ممكن تعجني بميه او بزبادي او بلبن زي ما انت عايزه. حطيت سنه خل خفيفه قوي، دي بتخليها هشه كده وطريه ويكون قلبها فاتح. ودلوقتي بقى هحط نص كيلو دقيق. حطيت كوبايتين الاول وهقلب، وبعد كده بقى اعجن بايدي. حطيت عليها رشه ملح بسيطه قوي ومعلقه صغيره بيكنج باودر. لو مش عايزه تحطي بيكنج باودر ما تحطيش، كفايه الخميره. هقلب بقى كويس وبعد كده اعجنها بايدي. احط باقي الدقيق بقى كمان وبعد كده اعجن على طول. هقلب فيها على طول كده لحد ما اشربها كل المكونات بقى اللي عندي. هلاحظ بقى ان هي نشفت خلاص معايا. لو لقيتها ناشفه محتاجه ميه حطيت لها كمان معلقتين ميه دافيه. طبعا احنا حاطين زبادي، فطبعا تاخدي بالك ان انت ما تحطيش ميه كتير عشان خاطر ما تبقاش طريه. احنا عايزين عجينتها مظبوطه، ما تكونش برده ناشفه قوي عشان خاطر تكون هشه كده معانا وتكون قلبها مفرغ من جوه. خليت عجينتها برده طريه شويه بس مش بتلزق قوي. اغطيها كويس بقى كده نص ساعه بس تخمر. طبعا هي فيها خميره وبيكنج باودر فهتخمر على طول. دلوقتي بقى رشه دقيق كده على الرخامه، ونزلت بالعجينه بتاعتي. احاول افردها كده بس احاول ان انا ما اطلعش الخمر منها عشان خاطر العجينه تكون مرتاحه معايا. دلوقتي بقى هقطعها كور زي ما انا عايزاها، الحجم اللي انا عايزاه. اعملها كده نفس الحجم اللي بيكون في الفرن. هقطعها كلها بقى الحجم دون بنفس الطريقه. وبعد ما اخلص ابتدي بقى افردها واحط فيها الحشوه بتاعتي. دلوقتي خلاص بعد ما قطعتها كلها، اجيب بقى الصينيه اللي انا هخبزها فيها. حطيت فيها رشه زيت خفيفه قوي وبالفرشه كده او بمنديل وادهنها كلها، ده عشان خاطر اضمن ان هي ما تلزقش فيها. وجهزت الجبنه اللي انا هحشي بيها اسطنبولي وقطعتها كده قطع صغيره. وابتدي بقى افرد واحده بواحده كده من الفطير اللي انا مقطعاها دي. افرد واحده بواحده واحط فيها الجبنه. دي جبنه اسطنبولي حادقه كده. لو انت بتحبي اي نوع جبنه بقى حطي، ممكن تحطي جبنه كريمي او جبنه رومي زي ما انت عايزه، او كمان موتزاريلا زي ما انت عايزه. انا حطيت الجبنه الاسطنبولي دي عشان تكون زي بتاعه الفران بالظبط. افردها كده احطي فيها الجبنه واقفلها وارصها في الصينيه على طول. طبعا الصينيه اللي هي مدهونه زيت خفيف لازم اقفلها كويس عشان خاطر ما تطلعش الحشوه بتاعتها. لما تخمر ما تفتحش وتطلع الحشوه بتاعتها. بس كده اخلص كله بقى بنفس الطريقه. بعد ما خلصت الكميه كلها سبتها طبعا نص ساعه كده تخمر تاني في الصينيه. وبعد ما لقيتها خمرت كده، طبعا انا مولعه الفرن دلوقتي قبليها ب10 دقايق. دلوقتي بقى الوش بتاعها تحطي عليه زي ما انت عايزه تدهنيه بيض براحتك. انا دلوقتي حطيت عليه معلقه نسكافيه كده في معلقه ميه او ممكن معلقه لبن بس، ودهنت وشها بالفرشه. وبعد كده حطيت عليها حبه البركه. ممكن تحطي سمسم او ممكن تسيبيها ساده خالص. دخلتها الفرن على حراره 180، ولو الفرن مش عالي قوي خليه على 200. خدت معايا ربع ساعه تحت، ولقيتها اول ما القعر احمر كده ولعت عليها الشوايه دقيقتين لحد ما خدت اللون ده. طريه جدا وهشه، مش محتاجه اي حاجه. طعمها حلو قوي، وكمان ممكن تستبدلي اللبن او الزبادي بميه برضو، هتكون اقتصاديه وهتكون حلوه قوي. بس طبعا اللبن او الزبادي بيديها قيمه غذائيه عاليه لكن ما بيأثرش في الطعم، نفس الطعم بالظبط لو عملتيها برضو بميه. هتكون حلوه قوي للفطار او للسندوتشات، مش هتاخد منك وقت وهتطلع حلوه قوي. وعملنا كميه حلوه قوي بنص كيلو دقيق، هشه وطريه وشكلها حلو قوي وطعمها كمان جميل جدا. بس كده، اتمنى تجربوها بطريقتي وان شاء الله تعجب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.